السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير وبصحه جيده ان شاء الله. وشكرا لكم البنات، شكرا على التعليق اللي خليتوا لي في اخر فيديو. فرحتوني بزاف بتعليقكم اللي كانت رائعه، وعرفت باللي عجبكم الفيديو وعجبكم التغيير اللي درت في البالكون. كانت تعليقات اللي هي كثيره وكلها كانت ايجابيه. وهنا بغيت نقول اللي مازال ما شافت الفيديو ترجع له، راه فيه بزاف ديال الافكار والجديد اللي غادي يعجبكم. وكما العاده البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم باش تشجعوني اكثر والقناه تزيد تكبر ان شاء الله. ونبداو الفيديو على بركه الله. هنا البنات جيت باش نبدل هاد لي كوسان اللي عندي في الاورانج. غادي نبدلهم بهادو اللي جاو في الفيغ رويال. صراحه صافي طلعوا لي في الراس وقلت ندير شويه ديال التغيير. علاش البنات مزيان هكا تصاوبوا غلافات في الالوان اللي يعجبكم بطبيعه الحال، وتبقاو هكا تلعبوا بهم سواء في الصالون ديالكم او لا في السيجور على حساب فين بغيتو ديروهم. وحتى بالنسبه للثمن كيطلعوا رخاص، سيرتو هكذا اذا درتوهم في التوب ديال لونتيطاج. بالنسبه للتوب ديال لونتيطاج كيبدا الثمن ديالو ب30 درهم وانت طالعه وانت ديري على حساب جيبك. وبالنسبه ليا مازال باغيه ان شاء الله نزيد بهم، نزيد هكذا في الالوان باش نبقى نغير ونبدل مره مره. وبالمناسبة بغيت ننصح الناس اللي بغاو يفرشوا الصالون ديالهم ويطلع زوين ولكن ما ينقامش عليهم غالي، كنصحك تفرشي صالونك بالثوب اللي بغيتي. يعني الثوب اللي يجيك رخيص، مثلا تفرشي صالون كامل بالموبرة، ولكن لي كوسان ولي كالدو بغيتك تركزي عليهم. يعني هما اللي بغيتك تخسري عليهم شويه ديال الفلوس وراه ما غاديش ياكلوا لك الثوب بزاف. المهم بغيتك تركزي عليهم لان لي كالدون ولي كوسان هما اللي كيطلعوا الصالون زوين، يعني هما الاساس في الصالون. هنا البنات بالنسبه لهاد الكالدون غادي نحيد زوج بالصالون. هو في الصراحه فاش كنت خدمت الصالون الخياط كان خدم لي 4، ومن بعد قال لي غادي نزيدك زوج غراتوي وصافي. صاوب لي 6 هما اللي درتهم في الصالون. ومع الوقت لاحظت انني لو كان نحيد زوج غادي يجيني الصالون حسد، خصوصا هكا مع الكلاس، وزيد عليها حتى اذا كثرنا له سايد بزاف كيجي الصالون مسرجي. المهم غادي نحيدهم ولاحظوا معايا حتى نتوما يمكن جا حسن هكا، حتى تخليو لي رايكم البنات في التعاليق. المهم راني خليت 4، زوج متقابلين في العرض وجوج جاو متقابلين هكا في الفاصاد. وهنا البنات جيت باش نجمع هذا البيت اللي كنستخدموه بزاف، ويمكن على داك الشيء كنلقاه تقريبا هو اللي كيترون بزاف. صراحه كنخلي بناتي يديروا فيه كما بغاو يلعبوا هنا، جانا كتحفظ فيه. المهم يعني ما كنلاحظش عليهم، اللي بغاو يديروه في هذا البيت كنخليهم على راحتهم. وصافي انا الصباح كنجي كنجمعو وكنقيه الى اخره. لو كان نقول لكم البنات بلي مازال الطابله اللي دفعتها تصاوب مازال ما يصاوبها لي الصباغ، تقريبا راه هذه فايته شهرين ولا 3 شهور باللي دفعتها له. والله ما عرفتش علاش هكا المعلميه منين كيشوفوا هكذا شي حاجه اللي بسيطه خاصها تصاوب واش كيعكسوا عليها واش ما كتعجبهمش. الله اعلم. المهم غادي راجلي ان شاء الله يزيرو باش يصاوبها لي، لان ضروري صوبها قبل ما يدخل رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه، لان في رمضان
هنا كناكلو، هنا كنرتاحو على حساب الكلاس وعلى حساب التلفازة. هنا كنت درت لا ماشين تصبن وغادي ننشرها غير في البالكون. صراحه دائما كننشر هنا واخا السطح قريب لي، انا ساكنه في الدوزيام والسطح هو اللي فوق مني. بالنسبه للسطح ما كنستعملوش سوى اذا كان عندي الفراش ولا شي حاجه كثيره عاد كنستعملو. ولفت ننشر هنا، كتجيني سهله خصوصا هكذا منين كينشفوا كنطويهم وكندخلهم مباشره للبلاكار، لان هذا البالكون هو ديال بيت النعاس ديالي. وكما قلت لكم غير كنطوي وكندخل مباشره للبلاكار. وهنا بغيت ننصح اي وحده ربة بيت بحالي، دائما قلبي على السهله في الحياه اليوميه ديالك. المهم كنهضر بصفه عامه، مثلا اذا لقيتي واحد الاله اللي غادي تنقص عليك تماره وتنقص عليك الشقه، فمن الاحسن تشري هاد الاله وتربحي راحه بالك، او بالاحرى تربحي صحتك ووقتك. المهم البنات، انا هذا هو السيستم اللي غاديه به في الحياه ديالي. دائما كنبغي نقلب على الحاجه السهله، وكنبغي نكون ذكيه حتى في الاعمال ديالي. المهم ما نكثرش عليكم الهضره بزاف، غادي نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو في التتمه. صافي هنا رجعت للكوزينه، كانوا باقي لي غير شي موان ديال الصباح وراني كنغسلهم. هنا راني ديجا مصوبه الغدا تقريبا راه واجد، وبنتي جانا جات من المدرسه، كتجي مع 12:30 وكيرجع الترونسبور ياخدها مع 2:30. المهم البنات، هي اون فوا كتدخل كيكون الغدا واجد، كنغديها هي واختها. بعض المرات كنتغدى معاهم، وبعض المرات كنستنى حتى كيجي راجلي وكنتغدى معاه. وهنا كنوجد قمر باش حتى هي تغدى، حطيتها في الكرسي ديالها وغادي نصاوب لها ماكلتها. دابا راه عندها عام ونص تبارك الله، وراني كنعطيها بالماكله ديالنا. هنا طيبت الجلبانه مع الجزر وكنزيد حتى البطاطا على حساب قمر. هنا بغيت نوريكم هاد الرياقه او البافواغ ديال البلاستيك. هذه زوينه بزاف لانها عمليه، كتغسليها بكل سهوله وتعاودي تستعمليها. جاتني حسن بالرياقات ديال الثوب.
صراحه كيوليو حاله بالطبايع. وكما شفتوا راها كتسد على حسب واش بغيتي تزيدي ولا تنقصي. المهم انا غادي نوكل القمر وجانا في نفس الوقت راها كتغدى. وهنا البنات بغيت نوريكم هاد الساعه الرمليه ديال الاسنان. هذه حتى هي زوينه، كيستعملوها الاطفال منين يبغيو يغسلوا الاسنان ديالهم، وفيها تقريبا 2 دقائق ديال الوقت. وانا كنوصي دائما جانا تستعملها حتى كتكمل باش نضمن انها غسلت اسنانها مزيان. صافي هنا راني كنوجد جانا باش تمشي للمدرسه، ومن بعد انا نرجع للكوزينه نكمل الروتين ديالي. المهم البنات بالنسبه للشقه ديال الدار انا منظمه لوقته، كيكون عندي تقريبا غير في الصباح. من بعد ما كنتغدى كنغسل دوك المواعن وكنشوف واش الارض نقيه ولا موسخه. اذا كانت موسخه كنقيها وصافي، كندير ستوب، ما نزيد ندير حتى شي عمل. المهم كنمشي مباشره نعس بنتي قمر، وانا يا اما ننعس شويه يا اما نبقى مرتاحه في البيت ديالي، لان الصراحه كنكون صافي عييت، ما بقيت قادة ندير حتى شي حاجه. المهم هو نخصص واحد الوقت ليا اللي نرتاح فيه، لان البنات لو كنجيو نشوفوا راه تماره ما كتكملش، ما يمكنش نبقى مقابله غير الشقه. اللي مهم عندي هو انني ننظم وقتي وننظم العمل ديالي على حسب المجهود ديالي. وصافي البنات كيكون هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون نال استحسانكم، ونتمنى ايضا انكم تكونوا استفدتوا من بعض النصائح. ما تبخلوش عليا غير بالتعاليق ديالكم ولي لايك البنات باش تشجعوني اكثر وتحمسوني انني ندير فيديوهات اخرى. خليتكم في امان الله، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.